دخول امريكا للحرب طبعا هي اللي بتكفل صالح اسرائيل. القائد المصري وقف قدام الشاشه الكبيره اللي مليانه التقارير والخرائط وقال لهم العدو بيحاول يضغط علينا باستخدام حلفائه، لازم نكون مستعدين ليه لاي مواجهه محتمله. القائد الاماراتي يرد عليه بتفاؤل، القوات الجويه اللي عندنا جاهزه للتعامل مع اي تهديد في الجو، والفرقاطات البحريه بتامن البحر الاحمر، ومش هنسمح لاي سفينه معاديه انها تخترق حدودنا العربيه. القائد الجزائري بيقول لهم لكن احنا كمان لازم نكون دبلوماسيين، روسيا والصين واقفين معانا ولازم نستغل الدعم الدولي ده في الامم المتحده. نروح بقى للامم المتحده، السفراء العرب هناك قدموا خطاب تاريخ، كلماتهم كانت قويه جدا والشاشات العالم كلها قاعده بتصور وتنقل الحدث. السفير المصري وقف وقال لهم العرب اتحدوا مش للعدوان لكن لتحرير ارضهم المسلوبه منهم، اي تدخل خارجي هنعتبره اعتداء على السياده العربيه. رد الفعل الدولي كان منقص، في دول دعمت التحالف العربي ودول تانية وقفت جنب اسرائيل زي دول اوروبا واستراليا واليابان. المشهد كان اقرب لمعركه او حرب سياسيه كده على المسرح العالمي. في الوقت ده التحالف العربي كان بيستعد لكل الاحتمالات. القوات البحريه العربيه انتشرت في البحار الاحمر والمتوسط بشكل منظم، والطيارات المقاتله بتحلق على الحدود وكانها رساله واضحه بتقول للعالم احنا مستعدين. وفي نفس الوقت الشعب العربي كان بيواصل دعمه، الملايين خرجوا في مظاهرات رافعين شعار فلسطين تستحق التضحيه. لكن كل يوم التحديات كانت بتكبر، كل تحرك عربي كان بيقابله مقاومه شرسه من قوى دوليه. والسؤال اللي كان بيطرح نفسه، هل هينجح العرب في مواجهه القوى الامريكيه؟ وهل الوحده اللي فضلنا مستنينها لسنين هتفضل صامده قدام العاصفه الجايه؟